السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة. دفعة 2025 طبعا في قرارات نزلت جديدة والامتحان احتمال يبقى بنظام البوكلت والدنيا هتبقى صعبة شوية. أنا جاي أقول لك وأطمنك وأقول لك إن الموضوع سهل خالص وبسيط، وإن شاء رب العباد ما فيهوش أي مشكلة. أنت كل وظيفتك كطالب إنك بتعمل اللي عليك. يعني انت بتعمل اللي عليك بس، كل وظيفتك بتذاكر، بتتابع مع سواء مع السنتر او مع المدرس اللي انت معاه، وبتتابع وبتعمل اللي عليك. طيب، انا طالع لك بقى في فيديو النهارده عشان اطمنك واقول لك ان انا جنبك ومعاك ان شاء رب العباد لحد اخر لحظه. جاي لك النهارده بقى بحاجه بسيطه كده وسهله، والطلبه او طلبه كتير بتعاني منها وبيبقى عندها مشكله فيها وبتبقى مش عارفه تعمل ايه. جاي لك النهارده بقى بالتراكمي. هديك النهارده 4 سبورات او 5 سبورات على التراكمي بتاع المنهج كله جزء الجبر. قال لك يا عم الحاج عشان تبقى الدنيا سهله وبسيطه ومعاك من بدري وتعرف تذاكرهم. هبدا ان شاء رب العباد مع بعض، او هنبدا مع بعض واحده واحده، وهفصص لك كل حته كده بالراحه، هفصصها لك كده حته حته بالراحه. وان شاء رب العباد الدنيا تبقى سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله والموضوع يبقى سهل. ده التراكمي اللي كله بيعاني منه، واللي بيجي منه لازم 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 يجي منه نقطتين او 3 في الامتحان، ده لازم. طيب تعالى نبدا مع بعض ونسمي الله واحده واحده. بيقول لي 2000 2 اس 2021 زائد 2 اس 2020 زائد كام؟ ابص الاقي واحد بتساوي 2 اس 2020 زائد كام؟ ابص الاقي حد بيقول لي وانا عبيط يا مستر الموضوع سهل خالص، هنا حاطط لي الراجل المحترم ده هو 2020، يبقى انا هروح احط هنا مستر 2000 2 اس مش عارف واحد، او 2 اس ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، او مفيش اصلا 2 اس اللي هي دي، لا مفيش الكلام دوت. ليه يا عم؟ لان كان في قاعده بتقول لك يا اولاد، لو تفتكر معايا كده تعالى مع بعض كده في جنب، بيقول لك عند ضرب الاسات المتشابهه تجمع الاسس. يعني انا مثلا لو بضرب 2 اس 3 في 2 اس 2 تطلع في الاخر 2 اس ايه؟ اس 5، صح؟ بس المشكله ان دي ضرب، انما الراجل المحترم هنا جايب لي جمع. هو عملها غلط يا مستر؟ لا هو مش عملها غلط، بكل بساطه كده خليك معايا. طيب بمثال بسيط كده تعالى نسهل الدنيا. هو انا لو بعمل لك حاجه زي كده، لو بقول لك 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2، هتقول لي بتساوي كام؟ هتقول لي 2 وعدهم يبقى 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2، يبقى دي 2 في 4. حتى لو جمعت 2 و2 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 هتطلع معاك ب 8، ولو ضربت 2 في 4 هتطلع معاك بكام؟ ب 8. لو فصلت لك حته حته وموضوع بسيط وسهل عشان تبقى معايا واحده واحده. طيب قال لي يا عم الحاج مش فاهم، يعني 2 زائد 2 زائد 2 يبقى الجمع، انا خدت واحده فيهم وضربتها في عددها. طب بص كده، ما انا لو حطيت هنا اهو 2 اس 2020، بص ايه اللي هيحصل كده؟ 2 اس 2020. سيبك من دي خالص، لو انا عايز اروح افك دي، قال لي لو عايز اروح افك دي هاخد واحده منهم اللي هي 2 اس 2020 واضربها في عددهم هما كام واحده؟ هما اتنين. بص كده هما اتنين، يبقى هضرب 2 اس 2020 في 2، يبقى انا كده حولتها لضرب. 2 اس 2020 في 2 يبقى 2 اس 2021. يبقى انت كنت محتاج تحط واحده زيها عشان يبقى مجموعهم يساوي 2021. يبقى الناتج اللي معاك هيطلع الاجابه رقم د اللي هي 2020. سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. تعالى كده شبهها اللي بعديها دي، بيقول لي 3 اس 17 زي 3 اس 17 زي 3 اس 17. خلي بالك ان دي جمع مش ضرب. قال لي بكل بساطه هتروح تعمل ايه؟ بص 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 بص، هتاخد واحده منهم بس تبقى 3 اس 17 وتضربها في عددهم. ادي 1 2 3 يبقى عددهم 3، يبقى هضربها في 3 اهو، مش 3 اس 3، لا هضربها في 3 بس اهو. وعند ضرب الاسات المتشابهه تجمع الاسس، يبقى 3 اس 17 3 اس 1 تطلع معايا 3 اس كام؟ 18. ادي 3 اس 18 يبقى تطلع معايا الاجابه رقم ج. قال لي الاجابه رقم ج. تعال نروح لرقم 3. بيقول لي ضعف العدد 2 اس 18. صعبه ده يا مستر، ضعف العدد 2 اس 18 يبقى 2 اس 18 وكمان 2 اس 18 بالراحه بس. قال لي لما يجي يقول لي ضعف العدد 2 اس 18 بالراحه، قال لي يبقى همسك 2 اس 18. يعني ايه ضعف؟ قال لي ضعف يعني قدها مرتين، يبقى هضربها في 2 بكل بساطه. 2 اس 18، قال لي يا عم الحاج 2 اس 18 في 2 اس 1 يبقى تطلع معايا في الاخر ب 2 اس 19. ب 2 اس 19 نسينا نحطها معلش في الاختياري. قال لي يا عم الحاج يبقى دي تطلع معايا ب 2 اس 19، يبقى الاجابه معايا بكام؟ ب 2 اس 19. طيب تعال نروح للنقطه الرابعه. بيقول لي اذا كان، نمسح بس اللي فوق دول الاول عشان ايه؟ عشان يبقى عندنا مكان بس نحل فيه. الموضوع سهل وبسيط، لو واقف معاك حاجه ابدا راجعها. طيب بكل بساطه بيقول لي اذا كان الف و4 احدى نقط الداله د حيث ح تقول لح د س بتساوي 2 س زائد ب. انا مش فاهم حاجه. بص كده، هو مش مديك هنا داله؟ قال لي يا مستر اهو مديني، قال لي ان داله س بتساوي 2 س
زائد ب. وطبعا انت عارف ان داله السين دي ليها مسمى تاني، اللي هو بالنسبه لك اسمها صاد. انت طالب في ثالثه اعدادي، عيب. داله السين اللي هي صاد. يبقى انا اقدر اخلي دي، اقول ان صاد بتساوي 2 س زائد ب. اهو يا عم الحاج، خلاص صاد بتساوي 2 س زائد بقى معايا. طيب اعمل ايه تاني؟ هو عايز قيمه 6 ا زائد 3 ب. طب سيبك منها دلوقتي. هو مش قال لك اذا كانت النقطه ده احدى نقاط الداله؟ قال لي طالما دي احدى نقاط الداله يعني انا اقدر اعوض بيها في الداله. يعني انا اقدر امسك الالف والاربعه اعوض بيها هنا. طب اعوض بيها ازاي؟ مش اي نقطه خلاها ربنا في الدنيا يا اولاد بتبقى س وصاد؟ يبقى هشيل كل س واحط مكانها الف، واشيل كل صاد واحط مكانها 4. طب الصاد دي هحط مكانها 4 بتساوي، بص كده بص كده، السين احط مكانها الف، 2 في الف تبقى ب 2 الف زائد الباء زي ما هي. طيب يبقى 2 الف زائد باء بتساوي 4. طب بص، عندك مشكله بس لو جبت الاربعه دي الناحيه الثانيه عشان اخلي منظرها كويس. بص كده معايا، قال لي يا عم الحاج تبقى 2 الف زائد باء، هروح اساويها بالكام؟ قال لي 2 الف زائد باء هروح اساويها بالاربعه بكل بساطه. طيب 2 الف هعمل ايه؟ بس هو مش عايز كده يا مستر، امال عايز ايه؟ ده هو عايز قيمه 6 الف زائد 3 باء. بص كده، قال لي عايز اجيب قيمه 6 الف زائد 3 باء. طب بص كده، ما هي ال 2 الف عشان تبقى 6 الف هضربها في 3. المفاجأة بقى ان الباء عشان تبقى 3 ب برضه هضربها في 3. طب ما تروح تضرب المقدار ده كله في 3 او المعادلة دي كلها في 3 عشان توصل للمعادلة دي. بص كده، لما اضرب هنا في 3، 3 في 2 ب 6 الف زائد لما اضرب هنا في 3، 3 ب 3 ب، ولما اضرب هنا في 3 يبقى 3 في 4 بكام؟ ب 12. يبقى ال 6 الف زائد ال 3 ب تطلع معايا في الاخر بتساوي كام؟ قال لي تطلع معايا بتساوي 12، وتبقى الاجابة رقم الف. كلام سهل وكلام بسيط وما فيهوش اي مشكله. تعال نمسح ونروح لاخر مساله معايا في العمود الاول اهو. طيب بيقول لي اذا كان تلت س بتساوي 6 فان نص س. طب يا سير انا هوصل التلت للنص ازاي؟ طب ما انت بكل بساطه ما تمسك بس، بيقول لك تلت س بيساوي 6. قال لي يا عم الحاج تلت س المفروض ان هي بتساوي 6. طيب ما تيجي كده معايا واحده واحده. هو انت لما كان بيبقى عندك 2 س مثلا بتساوي 4، كنت عشان تجيب قيمه الس بتعمل ايه؟ كنت بروح اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، فالس بالنسبه لي كانت تطلع ب2. قال لي يبقى قيمه الس ب2. طيب يبقى انت كنت بتقسم على اللي مع السين. طب لو كان مثلا عندك خمس س وليكن مثلا، قال لي مثلا يا عم الحاج بيساوي 10، فكنت بتعمل ايه؟ يا اما كنت بتمسك دي تضرب تقلبها هنا، يا اما كنت بتضرب في المعكوس بتاعها. يعني دي 1 على 5 هضرب في 5 او 5 على 1 عشان ما تلخبطش نفسك، وهنا هضرب في 5 على 1. بص كده، فدي تطير يبقى انا بضرب في المعكوس بتاعها، يبقى س بتساوي 10 في 5 على 1 تطلع ب 50. طب انا مش فاهم ده ايه علاقته بهنا. تعالى كده، بيقول لي تلت س بتساوي 6، يبقى انا هروح اضرب بعد اذنك في المعكوس. في المعكوس اللي هو في كام؟ في 3. ماشي بس 3 او 3 على 1 اهو عشان ما لخبطكش خالص اهو. وهضرب هنا برده في 3 على 1. طبعا المفروض بكتبها 3 بس عشان ما لخبطكش. تبص تلاقي دول طاروا مع بعض، يبقى الس طلعت معاك في الاخر 6 في 3 ب 18 على 1. يعني الس تطلع قيمتها ب 18. طب انت طلعت الس، ما هو عايز نص س. بص كده، بص يبقى انت هتضرب نص س يعني نص في كام؟ في 18 اللي هي تطلع بكام؟ قال لي تطلع ب9. يبقى الاجابه معايا تطلع كام؟ قال لي الاجابه معايا تطلع ب9. الدنيا سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. لو سمحت اعمل لايك للفيديو وشير وسبسكرايب وشجعنا ان احنا نكمل معاك باذن الله. طيب خليك معايا كده، احنا خلصنا العمود الاول. تعالى بقى بعد اذنك نروح للعمود الثاني اهو. سهله دي وبسيطه. بيقول لي اذا كان، طبعا انا بحاول اجيب لك التراكمي او اجيب لك جزء كبير منه على قد ما اقدر، عشان تبقى الدنيا تبقى بس حاسس ان الدنيا سهله والدنيا ما فيهاش اي مشكله والامور معاك باذن الله وكله باذن الله تحت السيطره والدنيا تمام. طيب بيقول لي جذر سالب 4 زائد جذر 4 دي قيمه، القيمه المطلقه لسالب 4 زائد القيمه المطلقه للاربعه. دي قيمه مطلقه. القيمه المطلقه اي رقم جواها بيطلع بالموجب، يعني القيمه المطلقه للسالب 4 اللي هي بالنسبه لي تطلع بكام؟ ب4 زائد القيمه المطلقه بالاربعه تطلع بالكام؟ بالاربعه. خلي بالك اي رقم جواه بيطلع بالموجب، 4 زائد 4 تطلع بكام؟ ب8. اظن دي سهله ما فيهاش مشكله. طيب تعالى اللي بعديها ودي مهمه جدا 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 واتكررت كتير في امتحانات قبل كده. جاي بيقول لي حاجه زي كده، بيقول لي جذر 16 زائد 9 بتساوي 4 زائد كاف. بيقول لي عايز اعرف قيمه الكاف او عايز اطلع معايا قيمه الكاف. طيب طبعا الامتحان السنه دي احنا لسه لحد الان ما بين بوكلت وبين عادي. جه الامتحان بوكلت كده كده ده نفس النظام. طب جه الامتحان عادي، ما انت عندك اختر واكمل، كده كده هيجي لك حاجه منهم. طيب بيقول لي اذا كان جذر 16 زائد 9 بتساوي 4 زائد كام. طبعا الناس اللي بترفص على طول بتروح تعمل ايه؟ هو انا عبيط يا سير؟ بص كده، جذر ال 16 يطلع معايا ب4، يبقى جذر ال 9 يطلع بكام؟ ب3. يبقى المفروض هنا 3، يبقى الكام بتساوي 3.
هقول لك الف سلامه عليك. بص كده بكل بساطه، بيقول لي جذر 16 زائد 9. بص الاول انت بتروح تظبط الجذر. يعني ايه بظبط الجذر؟ بص كده اجمعهم. 16 زائد 9 جذر 25. طالما في حاجه تحت الجذر تتظبط روح ظبطها الاول. طب بص كده، قال لي جذر 25 المفروض بكام؟ بخمسه. اه 4 زائد كام يديني 5؟ 4 زائد 1 يبقى الكاب بواحد. ركز ما تعديهاش كده، مهمه 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 مهمه. يبقى قيمه الكاب بكام؟ قال لي قيمه الكاب بواحد، واوعى تعملها 3 من فضلك. طيب تعالى اللي بعديها، بيقول لي احتمال الحدث المستحيل بيساوي ايه؟ قال لي يا عم الحاج انا عايز اروح اجيب احتمال الحدث المستحيل. الحدث المستحيل اللي هو مستحيل حدوثه، ما ينفعش يحصل. الكلام ده كان سهل وكان بسيط. قال لي احتمال الحدث المستحيل بصفر. يبقى احتمال الحدث المستحيل بايه؟ بصفر. طب احتمال الحدث المؤكد، المؤكد يا اولاد ب 100% او بواحد، ما هو واحد اللي هو 100%. طيب احتمال الحدث الممكن، الناس بتقول لي 50%. يا عم الحاج الله يكرمك، الممكن يعني ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. احتمال ان انا اروح الدرس بكره او ما اروحش الدرس بكره ممكن وممكن يبقى 50. لا يا عم الحاج، قال لي احتمال الحدث المؤكد، قال لي يا عم الحاج ما بيكونش 50%، بيكون اكبر من الصفر واقل من الايه؟ من واحد. ركز الله يكرمك. طيب بيقول لي ح موجب تقاطع ح سالب. ح موجب تقاطع، علامه التقاطع ده يعني ايه اللي موجود هنا وموجود؟ ايه المتشابه بين الاعداد الحقيقيه الموجبه والاعداد الحقيقيه السالبه؟ اكيد ما فيش حاجه متشابهه بين ده موجب وده سالب. يبقى الاجابه بتاعتي هتطلع معايا في الاخر بايه؟ بفاي، لان مفيش حاجه بين الموجب وبين السالب. طيب تعالى الرقم 10، بيقول لي 2 اس 7 في 3 اس 7 بتساوي 6 اس كاف. عايز يعرف قيمه الكاف. بص كده، طالما الأس شبه بعضه يبقى أنت هتروح تضرب دول في بعض. بص دول في بعض وتاخد أس واحد منهم. يعني 2 في 3 بكام؟ ب6، وهنا 7 وهنا 7. على واحد بيقول لي 14. 14 دي يا حبيب قلبي لو كانت هنا 2، يعني لو كنت بقول لك 2 أس 7 في 2 أس 7 لو كانت الأساس شبه الأساس، إنما ده الأساس مختلف. قال لي يبقى 2 أس 7 في 3 أس 7 يبقى آخد 6، والكاف تطلع بكام؟ قال لي الكاف تطلع ب7. سهلة وبسيطة وما فيهاش أي مشكلة. تعال نروح سريعا كده للعمود الثالث. أنا بحاول أسرع الدنيا على قد ما أقدر عشان ما أطولش عليك وقت الفيديو. تعال نروح للعمود الثالث. بيقول لي إذا كان خمس س بتساوي 1 على 10 فإن 2 س بتساوي. تعالى كده أهي قريبة شبه اللي إحنا حليناها من شوية. قال لي يا عم الحاج إذا كان خمس س شبه اللي إحنا حليناها في العمود الأولاني، خمس س بتساوي 1 على 10 فإن 2 س. أهو تعالى بس في المكان الفاضي كده أهو، خمس س بتساوي 1 على 10. عايز قيمه 2. طب ما تجيب السين الاول، هضرب في المعكوس بتاعها. يعني اضرب في 5 على 1 واضرب هنا في كام يا اولاد؟ في 5 على 1. دي طارت، يبقى س بتساوي 1 على 10 في 5 على 1. 5 في 1 ب5، بسط بسط ومقام في مقام. و10 في 1 ب 10. 5 على 10 اللي هي تطلع في الاخر بكام؟ بنص. يبقى قيمه السين معايا يا اولاد تطلع معايا بكام؟ قال لي تطلع معايا بنص. طيب انا مش عايز السين، انا عايز 2 س. 2 س عادي. يبقى 2 س هتضرب 2 في قيمه السين اللي هي بنص عشان تطلع معاك في الاخر بكام؟ قال لي تطلع معايا في الاخر بواحد. الدنيا سهله ان شاء رب العباد. طيب تعالى يا عم الحاج ندخل على الجزء اللي بعده بعد اذنك. طيب بيقول لي اذا كانت س هو العنصر المحايد الضربي. السين العنصر المحايد الضربي اللي هو كام؟ الواحد. قال لي يا عم الحاج اذا كانت س العنصر المحايد الضربي، في حته ناقصه هنا. والصاد يا اولاد هي العنصر المحايد الجمعي. تاني يبقى السين هو عايز، بص هو عايز قيمه 7 س زائد ايه؟ زائد 2 صاد. في حته ناقصه هنا يا اولاد. بيقول لي اذا كانت س هي العنصر المحايد الضربي، يعني هشيل السين واحط مكانها العنصر المحايد الضربي اللي هو الكام؟ اللي هو الواحد. بص كده واحد وما بيتكتبش بس انا هكتبه لك عشان ما تتلخبطش. وصاد العنصر المحايد الجمعي. صاد العنصر المحايد الجمعي، العنصر المحايد الجمعي اللي هو الصفر. بص كده، بص 7 اس 1 ب7، 2 اس 0 اللي هي اي حاجه اس 0 بكام؟ بواحد. يبقى 7 زائد 1 تطلع في الاخر بكام؟ ب8. قال لي يا عم الحاج تبقى الاجابه تطلع معايا هنا ب8. كلام سهل وكلام بسيط وما فيهوش اي مشكله. يبقى 7 اس س زائد 2 اس ص تطلع معايا هنا بكام؟ ب8. طيب بيقول لي مجموعه حل المتباينه س اقل من 2. قال لي يا عم الحاج س اقل من 2. بص كده س اقل من 2. ايه اللي اقل من 2؟ يعني الاثنين هي الكبيره، يبقى اللي اقل من 2 0 1 0 وسالب 1 و1 وصفر وسالب 1 وسالب 2 لسالب ما لا نهايه. يبقى المفروض من سالب ما لا نهايه لحد الاثنين. بس بص مفيش يساوي، تبقى الاثنين مفتوحه والسالب ما لا نهايه دايما ايه؟ مفتوحه. وخلي بالك ان الفتره بتتكتب من الصغير للكبير، اوعى تلخبط الدين الله يكرمك. يبقى الاجابه بتاعتي من سالب ما لا نهايه لحد 2. قال لي يا عم الحاج لحد 2 فتره مفتوحه. طيب تعال نروح لرقم 14. بيقول لي اذا كانت س اس 3 بتساوي 64 فان جذر الس. بص كده بيقول لي الراجل المحترم ده اهو
س أس 3 بتساوي 64 وعايز اجيب قيمه السين. عايز تجيب قيمه السين ماشي يا سير، الدنيا سهله ان شاء رب العباد وما فيهاش اي مشكله. عشان اروح اجيب قيمه السين من هنا يا اولاد بص كده، بص اهو. يبقى السين هحول التكعيب لجذر تكعيب، يبقى الجذر التكعيب ال 64 يبقى السين تطلع بكام؟ ب4. قال لي السين تطلع ب4 بس هو عايز جذر السين، يعني عايز يجيب جذر الاربعه. جذر الاربعه يطلع بكام؟ قال لي يطلع ب2 مش بموجب وسالب 2، يبقى يطلع معايا ب2. تعالى لاخر مثال بيقول لي اذا كان مقياس السين بتساوي 7. بص كده اخر مثال معايا في السبوره دي، عايز يجيب قيمه السين. يا سير مش انت قلت لي ان الرقم اللي جوه بيطلع موجب يبقى السين بتساوي 7 وانا عامل لك غلط؟ لا يا عم، لما يبقى الرمز هو اللي جوه المقياس يا اولاد يبقى السين بتساوي موجب او سالب الرقم. يعني السين بتساوي موجب او سالب ايه؟ 7. يبقى قيمه السين زي ما جبناها موجب او سالب 7. يبقى الاجابه رقم ج. تعالى نمسح ونروح للسبوره اللي بعديها. نيجي بقى مع بعض للسبوره الثانيه. لو جيت قلت لك 5 أس س ناقص 3 بتساوي 1، طيب دي هحلها ازاي؟ اول هم مش هعرف احل، فهضطر يا عم الحاج بكل بساطه كده. بص قال لي يا عم الحاج تعالى بس ناخدها انا اهو عشان نعرف نحل. بيقول لي 5 أس س ناقص 3 بيساوي 1. طب ما انا ممكن اشيل الواحد ده، مش الواحد مش اي حاجه اس صفر بواحد، 2 اس صفر بواحد، 3 اس صفر بواحد، 4 اس صفر بواحد. طب ما انا ممكن اشيل الواحد واحط مكانه 5 اس صفر، يبقى اصبحت 5 اس س ناقص 3 بتساوي 5 اس صفر. اطير الخمسه مع الخمسه، الاساس بيساوي الاساس، يبقى س ناقص 3 بيساوي صفر، وادي 3 بعكس الاشاره، يبقى الس تصبح بالنسبه لي بتساوي كام؟ قال لي بتساوي 3. قال لي يا عم الحاج يبقى الاجابه بالنسبه لي، قال لي الس بالنسبه لي هتصبح بتساوي كام؟ قال لي تصبح بالنسبه لي بتساوي 3. طيب تعال نروح للمساله الثانيه. بيقول لي نصف العدد 4 اس 6 هو. تقيله شويه. لو انا بقول لك نص العدد 2 اس 6 هتبقى سهله، انما المشكله جايبها لك هنا 4 اس 6 وعايز نص. يبقى انا همسك ال4 اس 6، ركز معايا كده الله يكرمك، هضربها في نص، ما هو عايز النص. طيب منظرها وحش يا مستر، طب بس بالراحه، مش دي مقامها واحد؟ حصل 4 اس 6 في 1 ب 4 اس 6، 1 في 2 ب 2. طب دي هشتغلها بالايه؟ بالاله الحاسبه. في ناس هتروح تشتغلها بالاله الحاسبه، هتجرب بالاله الحاسبه وتروح تجرب الاجابات بالاله الحاسبه. طب افرض جات لك اكمل هتعمل ايه؟ طيب بالراحه كده. قال لي يا عم الحاج بكل بساطه برده لو جات لي اكمل انا ممكن اشتغلها عادي بالاله الحاسبه، بس بص هنا اختار. طيب اعمل ايه؟ بص كده، عندك مانع لو انا خليت الاربعه ده 2 اس 2 الكل اس 6؟ لا يا سير، ما هو 2 اس 2 بكام؟ ب4 وفوق 6 على الاثنين. طب بص كده، قوسين فوق بعض يبقى اللي فوق بيدي اللي تحت على دماغه، مضروبين في بعض. 2 في 6 ب 12، يعني تبقى 2 اس 12 على 2. والاثنين دي المفروض اصلا اسها كام؟ واحد بس ما بيتكتبش. عند قسمه الاسات المتشابهه تطرح الاسس، تبقى في الاخر تطلع معايا بكام؟ قال لي تطلع معايا في الاخر ب 2 اس 11. سهله وبسيطه. ولو سمحت لو مش فاهمها وقف الفيديو ورجعها تاني بعد اذنك. طيب تعال نخش يا عم الحاج على اللي بعده. تعال نروح لرقم 18. بيقول لي في تجربه القاء حجر نرد منتظم مره واحده، حجر النرد اللي هو الزهره. طيب برمي حجر نرد مره واحده، فان طبعا احنا عارفين ان حجر النرد مرقم او الزهره مرقمه من 1 ل 6. طيب قال لي يا عم الحاج احتمال ظهور عدد فردي اولي. عدد فردي اولي دي سهله يا سيره بس انت ناسيها. طالما حجر النرد او حجر النرد هو اللي جابه لي، قال لي حجر النرد ده فيه 6 ارقام يبقى مقامي 6. عايز ظهور عدد فردي وفي نفس الوقت اولي. عدد فردي وفي نفس الوقت اولي 1 2 3 4 5 6. يا سيره انا في ثالثه اعدادي عيب، انا بفكرك. قال لي الواحد ده اولي فردي بس مش اولي. طب الاثنين قال لي الاثنين زوجي مش فردي. طب الثلاثه؟ قال لي الثلاثه فردي لازم في نفس الوقت يكون اولي، يبقى فردي واولي. طب الاربعه؟ هو فعلا الاربعه زوجي يبقى ما ينفعش. طب الخمسه؟ قال لي يا عم الحاج الخمسه فردي واولي. طب السته؟ قال لك لا. طب بكل بساطه انت ممكن تعمل، طب انا هتلخبط يصيروا مش فاكرين. بص طلع بالنسبه لك كده بعد اذنك، وعايز عدد فردي اولي. طلع كده الاعداد الفرديه، الواحد والثلاثه والخمسه، يبقى دول الشغل كلهم معاه. بص كده، الواحد مش اولي، طب الثلاثه اولي والخمسه اولي، يبقى في الاخر 2 على كام؟ على 6. تختصرها على 2 فيها الواحد على 2 فيها الثلاثه، يبقى يطلع الاحتمال بتاعي يطلع معايا بتلت. سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله، بديك اكتر من حل. طيب تعال نروح للي بعديها مع بعض ونروح لرقم 19. بيقول لي اذا كانت 3 ا بتساوي جذر 4 ب. قال لي 3 ا بتساوي جذر 4 ب. تعالى بس كده نمسح اللي فوقيها عشان ايه نعرف نحل في الواسع هنا. بسم الله. طبعا دي لسه السبوره الثانيه معانا. طيب نيجي بقى رقم 19. بيقول لي اذا كانت 3 ا بتساوي جذر 4 ب فان ا على ب بتساوي. تعالى كده. بيقول لي 3 ا بتساوي جذر 4 ب. عايز ا على ب. قال لي طالما عايز ا على ب بعكس. الالف معاه 3 يبقى هاخد الجذر 4 والب معاه جذر 4 يبقى 3. اشمعنى يا سي؟ لانك لو جيت عملت مقص 3 في ا ب 3 ا وجذر 4 ب في جذر 4 ب.
تبص على الاختيارات مش موجوده يا ابني لسه. بص كده، جذر 4 2 والب 3، يبقى يطلع الناتج معايا بكام؟ قال لي يطلع الناتج معايا ب 2 على 3 اللي هي الاجابه رقم الف. تعال نروح لرقم 20 واخر واحده معايا في العمود الاولاني. طيب بيقول لي اذا كان 4 امثال عدد بيساوي 12 فان ثلث العدد. بص كده، 4 امثال عدد، طب انا ما اعرفش العدد، هفرضه اي رمز، س ص عين اي رمز. قال لي بيقول لي اذا كان 4 امثال عدد بيساوي 12. بص كده، 4 امثال عدد بيساوي 12، يعني هفرض العدد س، يبقى 4 س هتساوي 12. ماشي. طيب عايز ثلث العدد، طب بس تعال تعال نظبطها الاول. اقسم هنا على 4 وهنا على 4، يبقى الس بالنسبه لي بكام؟ ب 3. قال لي يبقى العدد بالنسبه لي ب 3. طب هو عايز ثلث العدد، يبقى همسك الثلث اضربها في 3 عشان تطلع في الاخر بكام؟ قال لي بواحد، يبقى العدد يطلع معايا بواحد. كده يبقى انتهينا من العمود الاولاني. تعال نروح بقى للعمود الثاني. نيجي بقى مع بعض للسؤال 21. بيقول لي اذا كانت س اس 3 ص اس سالب 3 بتساوي 27 فان ص على س. تعالى كده بكل بساطه. بيقول لي راجل محترم ان س اس 3 ص اس سالب 3 بتساوي 27. طيب السين دي قال لي يا عم الحاج الاس بتاعها موجب، خلاص هتفضل زي ما هي. طب الصاد الاس بتاعها سالب، طب انا عايز اخليه موجب، هعمل ايه؟ قال لي لو هو سالب وعايز اخليه موجب هنزله تحت في المقام. يعني بص هتبقى س اس 3 على ص اس 3. ما هو لما كان بيبقى موجب وعايز اطلعه فوق بخليه سالب، ها. طب هو سالب نزلته تحت، ها، كل ده بيساوي كام؟ 27. طب عندك مانع لو دي س اس 3 على ص اس 3 خليتها س على ص الكل اس 3؟ ها، ما هي دي اس 3 ودي اس 3، كل ده بيساوي كام؟ 27. ها، قال لي كل ده بيساوي 27. قال لي س على ص اس 3 بيساوي 27، يبقى س على ص هروح احول التكعيب لجذر تكعيبي، التكعيب حولته لجذر تكعيبي ال 27، يبقى س على ص بتساوي كام؟ بتساوي جذر تكعيبي ال 27 يطلع بكام؟ ب 3. بس المشكله عندي هنا ان هو مش عايز س على ص، امال ايه؟ ده هو عايز ص على س. قال لي طالما ص على س ما هي دي مقامها واحد، يبقى ص على س بالنسبه لي تطلع بتساوي كام؟ قال لي تطلع بتساوي 1 على 3 وتطلع الاجابه رقم ج. تعال نروح لرقم 22. طيب يجي الراجل المحترم ده في رقم 22 يجي يقول لي اذا كانت 3 س بتساوي 45 فان خمس س بتساوي، عايز اجيب قيمه خمس س. طيب تعالى كده بكل بساطه، بيقول لي ان 3 س بتساوي 45. ماشي، عايز اروح اجيب قيمه خمس س. طب ما تيجي الاول نجيب قيمه الس من هنا. ها، اقسم هنا على 3 وهنا على الثلاثه، يبقى السين بالنسبه لي 45 على 3 تطلع فيها الكام؟ قال لي 45 على 3 تطلع فيها ال 15. طيب بص، انا جبت السين ب 15، هو عايز خمس س، يعني هضرب خمس في 15، خمس ال 15 تطلع بكام؟ ب 3. قال لي يبقى الاجابه معايا تطلع الاجابه رقم الف اللي هي بكام؟ ب 3. طيب تعال نروح للسؤال اللي بعده بعد اذنك، مهم السؤال الجاي دوت، فيها تكه بسيطه. بيقول لي 5 س بتساوي 1، 5 س بتساوي 1. طيب بص كده معايا، بيقول لي اذا كانت 5 س بتساوي 1 فان 5 اس س ناقص 1. تعالى كده بكل بساطه، هو الراجل محترم جاب لي حاجتين، جه قال لي 5 اس س بتساوي 1، هو عايز يجيب قيمه 5 اس س ناقص 1، عايز اعرف بكام. طيب ما تيجي بكل بساطه كده، لو انا عندي حاجه زي كده، لو انا بقول لك 2 اس 3 في 2 مثلا اس سالب 2، هتقول لي 2 عند ضرب الاسات المتشابهه تجمع الأس. طبعا ممكن اخلي دي في المقام واجمع الاس على طول. ها، اجمع دول، اجمع 3 وسالب 2، لما اجمع 3 وسالب 2 تطلع معايا بواحد، يبقى شكرا. ها، ما انا بقول المفروض 3 زائد سالب 2 بكل بساطه، ما انا بجمع الاس يبقى 2 اس 1. طيب تعالى هنا كده، انت عايز تقول ايه؟ بص بكل بساطه معايا كده، بيقول لي اذا كانت 5 اس س بتساوي 1، دي معلومه مديها لي، بيقول لي عايز اجيب قيمه 5 اس س ناقص 1. طب بص كده، ما هي 5 اس س ناقص 1 بكل بساطه اللي هي عباره عن 5 اس س في 5 اس سالب 1. ايه ده جت منين يا مستر؟ عند ضرب الاسات المتشابهه تجمع الاسس، ما انا خدت الخمسه مره هنا، ها، وخدت الخمسه مره هنا. بص كده اهو، 5 اس س في 5 اس سالب 1 يبقى 5 اس س ناقص 1، ما انا بجمع موجب سالب 1 يعني تطلع كام؟ سالب 1. طيب بكل بساطه حاضر، طب ما تعدل منظرها كده، هتبقى عباره عن 5 اس س وانزل دي في المقام، لما انزلها في المقام تبقى 5 اس 1 اللي هي ب5. طيب ما بص كده، ما هو مديني قيمه ال5 اس س، مديها لي بكام؟ قال لي مديها لي بواحد، يبقى واحد والخمسه زي ما هي، يبقى تطلع في الاخر بخمس وتبقى الاجابه رقم ب. قال لي يا عم الحاج الاجابه رقم ب. تعال نروح لرقم 24 بعد اذنك. رقم 24 بيقول لي جذر 25 ناقص 16، جذر 25 ناقص 16 بيساوي 5 ناقص كام؟ لسه حالين اختها من شويه، على واحد بيقول لي جذر 25 5 يبقى جذر 16 4. بالله عليك ما ترفس، الله يكرمك عشان الترفيسه ما تجيش في وشي. بص كده اهو، يبقى جذر 25 ناقص 16 الاول بتروح تظبطها لو سمحت، كل ده بيساوي 5 ناقص كام؟ بتروح تظبطها بعد اذنك. بص 25 ناقص 16 يعني من الاخر جذر التسعه، كل ده بيساوي 5 ناقص كام؟
قال لي جذر التسعه اللي هتطلع بكام؟ قال لي 3. جذر التسعه 3 حصل بتساوي 5 ناقص كام؟ ممكن تعملها معادله او بتريح دماغك. 5 ناقص كام يديني 3. 5 ناقص 2 يبقى المفروض الكاف تطلع معايا بكام؟ ب 2. الله يكرمك، مش ب4. يبقى قيمه الكاف، قال لي قيمه الكاف تطلع معايا بكام؟ قال لي قيمه الكاف تطلع معايا ب2. الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله، بس ركز معايا الله يكرمك. طيب تعال نروح لرقم 25. قال لي رقم 25 بيقول لي نصف العدد 2 اس 6. بص كده، نص العدد 2 اس 6 يعني همسك 2 اس 6 اضربها في نص، ما هو بيقول لي نص. طب بص كده بسيطه خالص. دي مقامها كام؟ 1. طبعا في ناس بتروح ترفص تقول لك نصف العدد 2 اس 6 يبقى 2 اس 3 يا مستر. الكلام ده مش موجود. بص كده، قال لي 2 اس 6 ضربها في نص. بص كده المفاجاه، 2 اس 6 في 1 ب 2 اس 6، 1 في 2 ب 2. عند قسمة الأساسات المتشابهة تطرح الأسس. لو بقسم 2 أس 6 على 2 آخد لي منها 2 1، و6 ناقص 1 يبقى بيساوي كام؟ 5. يبقى الإجابة معايا 2 أس 5. سهلة وبسيطة وما فيهاش أي مشكلة. وبكده يبقى أنا انتهيت من العمود الثاني. تعالوا نروح مع بعض بعد إذنك للعمود الثالث. طيب بيقول لي 26، بيقول لي إذا كانت ألف ب، تعالوا بس الأول إيه قبل ما نروح، إذا كانت ألف ب أس 20 وألف ب أس 19 بتساوي 20 من حيث ألف لا تساوي الصفر وب لا تساوي الصفر فإن قيمة الب. تعال بس نمسح العمود ده بعد إذنك عشان نروح بكل بساطة كده نحل. يبقى إيه الحل جنب السؤال. بسم الله بسم الله. طيب طبعا لو واقف أي حاجة معاك هتروح بعد إذنك توقف الفيديو، تمام، وتروح تعيدها تاني، ما تخش على اللي بعدها غير وأنت فاهمها بعد إذنك. طيب تعالى، بيقول لي إذا كانت ألف ب أس 20 بتساوي 40. طيب تعالى نكتب اللي هو مديهولي. بيقول لي إن ألف ب أس 20 بتساوي 40، ماشي، وألف ب أس 19 بتساوي 20، ماشي. هو عايز إيه؟ بيقول أنا عايز أعرف الب بكام. طب ما تيجي كده بكل بساطة، إيه ده؟ ألف ب أس 20 بتساوي 40 وألف ب أس 19 بتساوي 20. طب ما أنت ممكن الكبيرة دي تصغرها. طب أصغرها إزاي يا مستر؟ بص معايا التكاية اللي جاية دي حلوة قوي. بص كده، مش دي ب أس 20؟ عندك مانع لو أنا عملتها ألف ب أس 19 فاضل لي على 20 كام؟ 1 في ب بتساوي 40 اهو. وممكن احط لك هنا علامه فيه عشان ما تتلخبطش اهو. بص كده، مش فاهم انت عملت ايه؟ مش في قاعده بتقول عند ضرب الاساسات المتشابهه تجمع الاسس؟ ما هو ب اس 19 في ب اس 1 ب اس ايه 20. انا كل اللي انا عملته ان انا رحت بس فرقتهم اهو عشان اعرف احل بس. طب بص كده، هو مش قالب ب اس 19 دي هو مديني قيمتها؟ قال لي كلها على بعضها بكام؟ ب 20 يا ابن اللعيبه. يبقى 20 في ب اللي هي 20 ب بتساوي كام؟ 40. اقسم هنا على 20 واقسم هنا 20 يبقى الب تطلع معايا بكام؟ قال لي يبقى الب تطلع معايا ب2. الدنيا سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. لو مش فاهمها وقف الفيديو وعيدها تاني بعد اذنك، الموضوع سهل خالص. طيب تعال نروح للي بعده. طيب بيقول لي رقم 27، مجموعه حل المعادله س اس 2 زائد 9 بيساوي 0 فح. عايز اجيب مجموعه حل المعادله س اس 2 زائد 9 بيساوي 0 فح. طيب تعال نحل. هودي 9 بعكس الاشاره، يبقى س اس 2 بتساوي موجب 9 تبقى سالب 9. واخد الجذر التربيعي. اوعى تنسى الله يكرمك وانت بتاخد الجذر التربيعي بيبقى عندك موجب وسالب، يبقى موجب او سالب الجذر، ما انا بحول التربيع لجذر تربيعي لسالب 9. طيب هل عندك جذر تربيعي انت كطالب في ثالثه اعدادي العدد سالب؟ قال لي لا يا عم الحاج. يبقى بالنسبه لي مجموعه الحل بالنسبه لي بفاي، ما عنديش جذر تربيعي العدد سالب. واحد بيقول لي سالب 3. طب ما تضرب كده سالب 3 في سالب 3 هيطلع ب9، يبقى مش سالب 9، يبقى ده غلط. قال لي يبقى مجموعه الحل بالنسبه لي تبقى بايه؟ بفاي. طيب تعال نروح. قال لي يبقى مجموعه الحل هنا بالنسبه لي طلعت بايه؟ بفاي. وطبعا اللي فوق احنا جبناها من شويه قلنا تقريبا انها تطلع بكام؟ ب2. طيب تعال نروح ل 28. 28 دي سهله وبسيطه بتاعت كي جي 2. بص كده معايا، قال لي 28 بيقول لي 3 في 4 ناقص 4 على 2. اظن مش محتاجه حاجه. 3 في 4 ناقص 4 على 2. سريعا كده، الضرب طبعا والقسم بيسبقوا الجمع والطرح. يعني هعمل ايه؟ هتضرب 3 في 4 ب 12. انا بقول لي 12 ناقص 4. عيب انت طالب في ثالثه اعدادي. الضرب اهو والقسم اهي ناقص زي ما هي 4 على 2 في 2 يبقى 12 ناقص 2 بتساوي كام؟ قال لي تطلع بتساوي 10. بالله عليك قال لي اعمل حاجه كلام سهل وكلام بسيط. طب تعالى كده اللي بعديها. بيقول لي جذر ال 81. اظن كلام سهل وكلام تافه. سيب الجذر اللي فوق زي ما هو كده بعد اذنك. جذر ال 81 اللي هي جوه ده اهي. قال لي جذر ال 81 يطلع بكام؟ ب9. طب بص كده، بص قال لي يا عم الحاج جذر ال 81 يطلع ب9. طب بص كده جذر ال9 يطلع معاك بكام؟ ب3. قال لي يا عم الحاج يبقى الناتج معايا في الاخر يطلع بكام؟ ب3. تعال نروح لاخر واحده اللي هي اخر واحده معايا في السبوره دي اللي هي تلت زائد سدس. قال لي يا عم الحاج تلت زائد سدس. بص كده، قال لي هروح لتلت
زائد سدس. طبعا انت ممكن تروح تعملها بالاله الحاسبه، وممكن لو انت مش عايز تستخدم اله حاسبه، او لو انت طالب مجتهد وما تحبش تستخدم الاله الحاسبه، كنا قلنا قبل كده على طريقه اسمها طريقه الفراشه، كنت عامل لك فيديو بيها، قلت لك بعمل كده وبعمل كده بعد اذنك، وبروح اعمل كده وبروح اعمل كده، طريقه الفراشه. بص استخدمناها في ثالثه اعدادي اهو. بص دي زائد اهي، بص بضرب كل حاجه مع بعضها، كل حاجه في نفس الدايره مع بعضها. 1 في 6 ب6، 1 في 3 ب3. بص كده 3 في 6 ب18، يطلع في الاخر 6 زائد 3 على 18، اللي هي تطلع في الاخر 9 على 18. طب يا سير مش موجوده في الاختياري، ما هي لسه لها اختصار، اكتبها على الحاسبه او بدماغك. على 9 فيها الواحد، على 9 فيها الكام؟ فيها الاثنين، يبقى يطلع الاجابه معايا في الاخر بكام؟ بنص. تعالى نمسح السبوره دي ونخش لاخر سبوره معانا ان شاء رب العباد. بص في السريع كده. طيب نيجي بقى لاخر سبوره معايا النهارده ان شاء رب العباد. بيقول لي رقم 31 مستطيل محيطه 30 وعرضه 5 سم. المستطيل ده يا عم الحاج قال لي محيطه ب 30 وعرضه ب 5 سم. عايز ايه؟ بيقول لك عايز الطول. كان في قانون يا اولاد المحيط، احنا كنا عارفين ان المحيط بيساوي الطول زائد العرض في 2. قال المحيط المستطيل كان بيساوي الطول زائد العرض في 2. طب كان في قانون الطول والعرض كنا خدناه في ابتدائي كده لو تفتكروا مع بعض، قال لك بيساوي نص المحيط ناقص العرض. طب لو محتاج العرض هيبقى نص المحيط ناقص الطول. تعالى كده، نص المحيط يعني نص في المحيط اللي هو بكام؟ قال لي ب 30 ناقص العرض اللي هو بكام؟ اللي هو ب5. قال لي نص ال 30 15 ناقص 5 يبقى يطلع بكام؟ ب 10 سم. طبعا ممكن تروح تحله بالطول زائد العرض في 2 وتعوض عن الطول مثلا بسين او بصاد او باي رمز وتشتغل عادي، ما عندكش مشكله. دي او دي صح، بس دي اختصار للوقت والموضوع يبقى سهل معاك. طيب تعالى اعمل حاجه اللي بعده، نروح لرقم 32. بيقول لي اذا كانت س زائد ص بتساوي 2. هو مديني يا اولاد ان قيمه الس زائد ص بتساوي 2، والس تربيع ناقص ص تربيع قال لي بتساوي 10، فان ص ناقص س بتساوي. قال لي ص ناقص س بتساوي طب ما تيجي بعد اذنك كده نروح نفكها. قال لي يا عم الحاج فان خليها دي يا اولاد س ناقص ص. قال لي فان س ناقص ص بتساوي. تعالى كده نتخانق. ما هي س تربيع ناقص ص تربيع، الراجل المحترم ده هو بيقول لي بتساوي 10. طب ما تفك دي، مش في دي فرق بين مربعين؟ هروح افتح قوسين. هنا س وهنا س، واحده موجب واحده سالب، فرق بين مربعين، هنا صاد وهنا صاد، كل ده بيساوي كام؟ 10. طب هو مديك الس زائد ص ب2، يعني انا اقدر اشيل ده كله واعوض عنه ب2، يبقى 2 في س ناقص ص بتساوي 10. اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، يبقى الس ناقص ص تطلع معايا بكام؟ قال لي يبقى الس ناقص ص تطلع معايا ب5، يبقى الاجابه رقم الف. طيب تعال نروح لرقم 33. قال لي رقم 33 دي سؤال معايا يا عم الحاج اهو من تانية اعدادي. بيقول لي اذا كانت الف مضروبه في ج زائد د ناقص الب مضروبه في ج زائد د بتساوي 12، والج زائد د بتساوي 4، فان الف ناقص ب. اكيد مديني دي، اكيد هستخدمها كمعطى او كمعلومه. بص كده معايا. قال لي يا عم الحاج بكل بساطه، هو الراجل المحترم جاي مديني ايه؟ قال لي ان الف في ج زائد د ناقص ب مضروبه في ج زائد د كل ده بيساوي 12. طيب مش دول حدين؟ ادي حد اهو وادي حد اهو. طيب الحدين دول هل فيهم حاجه مشتركه؟ قال لي القوس ده كله عامل مشترك، الجيم زائد د والجيم زائد د. طيب دول حدين بينهم اشاره ناقص، يبقى انا هفتح قوس بينهم اشاره ناقص، كل ده بيساوي 12 زي ما هي، يبقى فتحت قوس بينهم اشاره ناقص. ايه المشترك هنا وهنا؟ قال لي المشترك هنا وهنا ج زائد د، يبقى انا هروح اخد الجيم زائد الدال كلها على بعضها عامل مشترك. طيب ج زائد د لما اقسم دي على ج زائد د يتبقى لي هنا الف، ولما اقسم دي على ج زائد د يتبقى لي هنا يا اولاد ب. يبقى اصبحت ج زائد د في الف ناقص ب كل ده بيساوي كام؟ 12. والج زائد د اصلا هو الراجل المحترم ده هو مديهولي بكام؟ قال لي مديها لي ب4، يبقى المفروض 4 في الف ناقص ب بتساوي كام؟ 12. اقسم هنا على 4 يا اولاد واقسم هنا على 4، يبقى الالف ناقص ب تطلع معايا بكام؟ قال لي تطلع معايا ب3، وتبقى الاجابه رقم الف. سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. اهم حاجه يا اولاد في التراكمي ده، اهم حاجه تحل بايدك، تمرن ايدك، لازم تمرن ايدك لو سمحت. طيب تعالى بقى نروح ل 34 مهمه جدا 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 جدا، ودايما طلبه كتيره بتتلخبط فيه. تعالوا بس نمسح دول عشان نبدا نحل هنا فوق افضل لنا. دايما طلبه كتير يا اولاد بتتلخبط في رقم 34 دي اللي هنحلها مع بعض دلوقتي. بص كده وركز معايا. طيب بيقول لي مجموعه حل المعادله س اس 2. قال لي س اس 2 بتساوي س. طيب ايه ده سير؟ بص كده، قال لي س اس 2 بتساوي س، وعايز اشتغل هو ينفع الس اس 2 بتساوي س؟ طب بكل بساطه ابسط حاجه في المعادله كنت بتعمل فيها بتروح تخليها تساوي صفر. طب ما تدخل دي كده بعكس الاشاره عشان تبقى س اس 2 ناقص س بتساوي صفر. حصل.
دول كام حد؟ حدين فيهم حاجه مشتركه. السر قال لي لما يبقى عندك س تربيع وس رمز ورمز، خد الرمز الصغير عامل مشترك، يبقى انا هفتح قوس وفي النص كل ده بيساوي صفر طبعا، في النص اشاره سالب زي ما هو كاتب لي، واخد الصغير عامل مشترك، عندي س تربيع وس فاخدت الس عامل مشترك، يبقى انا خدت الصغير عامل مشترك. بص كده، لما اخد س عامل مشترك س تربيع على س يتبقى لي س. طب س على س مفيش حاجه يتبقى لي واحد. يبقى المفروض اصبحت س في س ناقص واحد بيساوي ايه؟ صفر. اقسمها لجزئين، اخد مره الس اساويها بالصفر والس ناقص واحد اساويها بالصفر، يبقى مره الس بتساوي صفر ودي خلصت بالنسبه لي، ومره الس ناقص واحد بتساوي صفر وادي الواحد بعكس الاشاره يبقى الس بتساوي واحد. يبقى مجموعه الحل بالنسبه لي تطلع بكام يا اولاد؟ تطلع بصفر. قال لي تطلع بصفر وواحد. يبقى مجموعه الحل يا عم الحاج اللي هي الاجابه رقم د اللي هي تطلع بكام؟ بصفر وواحد. تعال نروح ل 35 واخر مثال معايا في حصه النهارده. رقم 35 بص كده، بيقول لي اذا كانت 5 اس س بتساوي 3 و5 اس ص بتساوي 7 فان 5 اس س ناقص ص. بص كده 5 اس س بتساوي 3، حلها تحتيها بقى لان خلاص دي اخر مثال اهو. بص كده 5 اس س بتساوي 3 ماشي، و5 اس ص بتساوي 7 فان 5 اس س ناقص ص. لسه حالين اختها من شويه، 5 اس س ناقص ص. بص كده هتبقى عباره عن 5 اس س في 5 اس سالب ص. ما انا وزعت الاس بقى خلاص اهو، وزعت الاساس على الاس اهو. بص لحد كده في مشكله؟ طب عندك مانع؟ ما هي ال 5 اس س موجبه تفضل زي ما هي، طب ال 5 اس ص سالبه تنزل في المقام عشان تبقى موجب، تبقى 5 اس ص. خلصت المساله. 5 اس س اللي هي تطلع معايا بالنسبه لي ب 3 و5 اس ص اللي هتطلع معايا بكام؟ ب7. يبقى 5 اس س على 5 اس ص اللي هي فكت دي تطلع معايا بكام؟ قال لي ب 3 على 7 وتبقى الاجابه رقم ا. بكده يبقى انا شرحت لك التراكمي بتاع المنهج كله بتاع الجزء بتاع فرع الجبر. وان شاء الله رب العباد نعمل لك حصه للتراكمي بتاع الهندسه. شد حيلك واحنا معاك باذن الله، وانا موجود معاك في اي حاجه تحتاجها. الموضوع سهل وبسيط، بسط الدنيا على نفسك. بالنسبه للقرارات الجديده الموضوع ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله رب العباد. هنشتغل مع بعض وهنتعب مع بعض، هو شهر واحد بس وان شاء الله رب العباد ما فيهوش تعب. انت كانك بتراجع الحاجات دي كلها، المفروض بالنسبه لك جزء تراكمي او حاجات تراكميه تمام. وبعد اذنك شجعنا بسبسكرايب تمام، واعمل شير للفيديو باذن الله، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.